الزعلوك ديال الدنجال بطريقة سريعة كيوجد في 10 دقائق. اللي بغى يشوف طريقة التحضير يتبع الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش لايك وبارطاج الفيديو وفرجة ممتعة. السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم مع وصفات خديجة ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الزعلوك كيوجد بسرعة. كنديروه في الطنجرة ديال الضغط. غادي نبدا معكم مع المقادير، وفي نفس الوقت كنحضر. عندي هنايا الدنجال، هادشي راه كله مغسول. غادي نحيد ليه هاد الراس ديالو، وغادي نعاود نغسلو مازال. غادي نغسل الدنجال باش يتغسل لي هاد البلايص هادو، ونعاود نرجع معكم. بالنسبه للدنجال اللي بغى يقشرو كيقشرو، اللي ما بغاش يخليه بحال هكا. انا كنفضل نخليه بالقشره ديالو لان حتى هي فيها الفوائد. غادي نقطعو على شكل مكعبات على هذا الشكل. غادي نقطع الدنجال كله، غادي نرجع معكم. خديت طنجره ديال الضغط ودرت فيها هاد الدنجال اللي قطعته على شكل مكعبات. دابا غادي ندوزو لباقي المكونات. غادي ناخذ الفلفله، اللي ما بغاش الفلفله ما يديرهاش. انا كتعجبني الفلفله في الدنجال، غادي نديرها. غادي ناخذها، غادي نقطعها انا هذه دوائر. قطعت الفلفله خضراء، غادي نضيفها حتى هي، وغادي نقطع مطيشه باش نزيدها. بقى لي الربيع حتى هو غادي نقطعو ونضيفو. غنزيد واحد الفلفله حاره. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه التحميره، شويه السكينجبير، شويه ديال الملحه، وشويه الهريسه، شويه البزار والكمون والثومه. صافي كندير العطريه من الفوق وما كنحركهاش حتى طيب ليا الدنجال. عاد غادي نحرك. غادي نزيد دابا زيت الزيتون صافي، وغادي ندير الطنجره ديالي فوق عافيه مهيله واحد 10 دقائق. ملي تصفر الطنجره ديال الضغط غادي نحسب 10 دقائق ونطفي البوطه. من بعد 10 دقائق صافي الدنجال ها هو طاب، الفلفله هي طابت. دابا غادي نحيد هاد الفلفله هذه الحاره، وغادي نحيد هذيك الفلفله اللي خليتها دواور باش نديرها للتزيين، وغادي نرجع معكم. دابا شعلت العافيه على الدنجال. دابا عاد غادي نحرك التوابل باش تنسجم ليا مع داك الفلفله والدنجال. بالنسبه للفلفله الحمراء ما حيتهاش حاجه باش نزين بها، الاخرى خليتها. علاش ما حركناش من الاول؟ باش ما تحركش لينا ديك العطريه. كنخليوها من الاحسن تبقى فوق حتى كنطيبوا الدنجال. عاد كنضغطوا عليه بحال هكا ونحركو باش تنسجم لينا العناصر كلها. كيف ما كتشوفوا ها هو الدنجال ديالنا تشحر مزيان. هذه الثومه صافي كنبقاو نشحروه حتى كينشف من الماء وكنقدموه. دابا مبقى غير نقدموا الطبق.
وغادي ناخذ هاد الفلفله اللي خليتها للتزيين، هذه كتبقى اختياريه، اللي ما بغاش ما يديرهاش. انا اختاريت نزينو بهذه الطريقه. كندور الفلفله بحال هكا على هذا الشكل، وكنزين بها الزعلوك ديالي. وغندير شويه ديال المعدنوس على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. نتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا بالصحه والراحه، ونخليكم حتى نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله.